السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ فيفي. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم دي ميني بانكيك كيجيو زوينين بزاف بطريقه سهله، يعني ما غاديش تعكسوا عليهم، والعجينه ديالهم كتجي اكثر من رائعه وكيجيو خفاف ورطبين. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وفي المقادير غنحتاج 2 بيضات يكونوا في حراره المطبخ، و3 ديال المعالق كبار ديال السكر، قبصه ديال الملح، وملعقه كبيره ديال العسل. يمكنكم تستعملوا العسل الطبيعي او العسل ديال السكر. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيمتزج السكر مع البيض والمكونات الاخرى، وكنضيف 120 مليلتر ديال الحليب بحراره المطبخ، ما يعادل كأس الا ربع. وكنضيف 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه اولا الزيت الروميه، يمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون. وكنخلط المكونات حتى كيتخلطوا مزيان. وكنضيف الدقيق. بالنسبه لكميه الدقيق فضفت 180 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل هكا كاس وكاس ما عامرش، يعني هكا 2 كيسان. الكاس الثاني ما كنعمروش. وكنضيف 1 الكيس ديال الخميره ديال الحلويات، 1 الكيس ديال السكر المنكه بالفانيلا. وكنخلط حتى كيختفي الدقيق، يعني ما كندير لا طراب ولا خلاط. ملي كيختفي الدقيق كنضيف ملعقه كبيره ديال عصير الليمون او الحامض، وملعقه كبيره ديال الماء. الا ما كانش عندكم الحامض ديروا الخل. بالنسبه للماء فكيكون بحراره المطبخ. وكنخلط المكونات، وهذا هو القوام كما كتشوفوا. يعني كتكون العجينه بحال ديال الكيك، خفيفه شويه على الكيك، اولا بحال الكيك الا بغيتوها كيجي خفيف. المهم هذا القوام هذا ديروا المقادير كما عطيتكم بالضبط. مباشره كندوز باش نطيبو على نار مهيله. كنحط المقله ضروري تكون ما كتلصقش. كندير هكا مسحه خفيفه ديال الزيت كما كتشوفوا. كندير غير شويه الزيت وكنمسحو هكا بورق المطبخ، وباستعمال واحد الدواز اولا لونطونوار كما كتشوفوا. هذا الدواز هذا كيعاونني باش ندير هاد لي ميني بانكيك بسهوله، يعني بلا ما كنحتاج لا جايب الحلواني ولا ديك لاباراي ديال لي بانكيك. غير هكا وسريعه هاد الطريقه، صراحه زوينه بزاف. وهاد لي ميني بانكيك صراحه كيعجبوا الوليدات الصغار حسن من لي بانكيك العاديين. الا بغيتو ديروا عاديين فكديروا نفس العجينه وكديروا لي بانكيك هكا كبار، لكن هادو هكا كيجيو حلوين وكما قلت لكم كيعجبوا الوليدات. اذا كندير هكا القياس اللي بغيت، وكما قلت لكم هاد الدواز هذا فكيعاوننا، يعني كنخوي شحال ما بغيت وكنقطع هكا بصبعي. صافي كنخليهم حتى كيبانوا لي هكا داروا الفقاعات اولا نشفوا واحد شويه من الوجه. وكنقلبهم، غادي نوريكم الطريقه باش تقلبوهم بكل سهوله باش ما يتخسروا لكمش. اذا كما كتشوفوا كيفاش ولاو هكا بحال نشفوا شويه، ولكن ماشي نشفوا تماما. باستعمال هكا واحد الفرشيط كندير هاد الطريقه هذه، يعني كنضغط وكنقلب بسرعه. نحاول نكون خفيفه. الا بغيتوا تستعملوا السباتول فغادي يبقاو يتلصقوا لكم مع بعضياتهم، فالفرشيط هي اسهل طريقه. يمكن لكم هكا ديروا هاد الطريقه هذه، اولا تقلبوهم بهاد الطريقه كما شفتوا. ولكن الطريقه الاولى كتبقى اسهل، غير هما الا ما كانوش طايبين فما غاديش يتقبلوا لكم بهذه الطريقه هذه ديال الفرشيط. ضروري يكونوا طايبين. وإلا لاحظتوا فالعدد ديال الحبات في هذه المقله ماشي هو العدد الحبات اللي خويت معكم في الاول، لان مشى لي واحد المقطع فكملت يعني من الوسط. ماشي مشكل، بحال بحال. المهم وريتكم الدرجه ديال الطياب اولا ملي كيطيبوا كيفاش كيكونوا. صافي هذا هو التحمر ديالهم، لان كيطيبوا على نار مهيله فهما دغيا كيطيبوا. ما تخليهمش في النار بزاف ولا فوق النار بزاف باش ما يقصاحوش وينشفوا. خاصهم يبقاو هكا طريين ورطبين. صافي كنزلهم بلا ما نمسح المقله، كنعاود ندير مره اخرى، يعني كندهن المقله اولا كنمسحو بالزيت غير المره الاولى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني بانكيك دغيا كيوجد. والصراحه هاد الوصفه هذه اولا هاد المقادير هادو كيجي بهم رائع جدا، كيجي رطب وبنين وكيجيو خفاف. يمكن لكم ترافقوهم مع الصوص شوكولا اولا مع العسل، كيبقى لكم الاختيار. المهم كيجيو زوينين، وكما قلت لكم يمكن لكم ديروهم صغار اولا كبار على حسب الذوق ديالكم. غير هما هاد الصغار هادو كيعجبوا الوليدات بزاف. وغادي نوريكم القوام ديالهم كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو رطبين وهشاش، يعني ما كيجيوش قاصحين اولا ناشفين ولا معلكين. والسر هو انكم ما خاصكمش طيبوهم بزاف، وايضا المقادير اللي كنديروا خاصهم يكونوا مضبوطين.
شوفوا كيف كيجيو رطبين، صراحه كيجيو اكثر من رائعين. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم، وتخليو لي ارائكم في التعاليق. والا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه فاشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتلاقاو فيديو اخر، بسلام عليكم.